طارق الف مبروك، لكن ما اعرف كله متضايق فزنا 4 وبعدك متضايق. والله انا ما متضايق اليوم صراحه، يعني 90% انا مبسوط. كان منتخبنا اليوم لو سالتني كم نسبه اليوم مدى رضانا احنا كجماهير كمحبين للكره العمانيه، اعتقد بان انا اقدر اقول 90%، وهي نسبه كبيره جدا. كنا 30 40% صرنا 90%، ولكن ضياع الفرص شو اسبابها؟ هاي فرصه بالله عليك الصبح يضيعها. في لاعبين كبار ضيعوا انفرادات. اوكي معاك، لكن احنا اليوم ننتقد من اجل تلاشي الموضوع هذا في المباريات القادمه، خصوصا امام الاردن فريق لا يستهان رغم خسارته اليوم. على فكره ابو علي، الاردن بيلعب مباراه القادمه وهو يعني اكون او لا اكون، لانه خسر اليوم من كوريا، ونحن عندنا دفعه معنويه بعد فوزنا ب4 أهداف. صحيح، ولكن انا اتصور بان اذا ما وضعنا ايدنا على الثغرات وعلى الاخطاء اللي حدثت مباراه اليوم، اعتقد بان مباراه الاردن بتكون سهله للاردنيين. انزين حلو، بعيد عن ضياع عصام للفرصه لكنه ادى، والجمهور راضي على عصام. لو بعدت هذه الفرصه الجمهور راضي على عصام. انا ما اتكلم عن عصام، اتكلم عن المجموعه كلها. 90% فقط. أوكي. هي نسبه كبيره انا قلت، ولكن 90% مدى رضانا، ولكن ما نتمنى ضياع الفرص. مباراه الاردن اي انصاف الفرص نسجلها، لابد ان رشيد جابر ينتبه لهذه النقطه مهمه. ونقطه مهمه جدا ايضا اخرى ابو علي، وهي لابد ان يكون عندنا لاعب شويت. ما في ولا لاعب شويت، اللي يشوت وين كان يطير عصافير في الجو. ايه عصافير، ما شفت انت؟ نحن عندنا لاعبين عندهم قدم قويه. يقصد بطارق انه لازم يكون تركيز قبل لا تسدد الكره، على اساس على الاقل تروح بجانب المرمى، على اساس انه ما نضيع الفرص، لان مباراه الاردن صعبه. لازم تستغل انصاف الفرص، لان ممكن المباراه تكون صعبه تحصل فرصه فرصتين ولازم تسجل من خلالها. انا اقول اذا ما تلاشينا اخطائنا في مباراه الاردن ممكن تكون احنا بس نوصل كاس العالم عن طريق الكويت. هي ما مش الكويت فقط، احنا عندنا مباريات اخرى، عندنا كوريا الجنوبيه وعندنا العراق وعندنا الاردن، وهي منتخبات منافسه جدا مباشره. بعد هذه المباراه في مؤشر ان منتخبنا يمشي باتجاه المونديال بعد الله سبحانه وتعالى وتوفيقه. حلو، اتوقع بان منتخبنا في الطريق السليم. حلو، مع تلاشي تلك الاخطاء. شكرا لك ابو فيصل على هذه المباراه الكبيره، والف مبروك للجماهير العمانيه بعد الفوز ب4 أهداف نظيفه.